اللي يدور له على قلص اوف-رود صغير الحجم وخفيف الوزن والمواصفات اللي فيه مثلها مثل المواصفات الموجوده في الكرفانات الامريكيه، هذا الاختيار مناسب. السلام عليكم، اسعد الله مساكم متابعينا الكرام، ومن جديد رجعنا لكم مع قلص اوف-رود مواصفاته جدا جميله، كل المواصفات اللي موجوده فيه مثلها مثل المواصفات اللي موجوده في الكرفانات الامريكيه، الفرق في الحجم والوزن. القلص بالكامل الومنيوم وشاصيه من حديد، الطول الاجمالي 5 متر، في عرض 2 متر، في ارتفاع 2 متر. محاور الخلفيه لكل محور منفصل عن الثاني بهالطريقه هذه، ولكل محور دبل جنبين. قلنا اوف-رود يتحمل اماكن الوعره، ماخذ طابع الاوف-رود الهمر، واللون الموجود عليه لون طلبيه خاصه. ومن قدام عندك اللي هو الجيك المتحرك، وعندك السيفتي اللي موجود عليه اللي هو الاوف-رود، هذا القلص الاوف-رود اللي يتحكم في كل الاتجاهات. وعندك عزيزي اللي هو الجيك الامامي، هذا الشيء الجميل، الجير هذا اللي تقدر تقدم وترجع فيه القلص وتصفه بدون مساعده. قلنا مواصفات القلص مواصفات نفسها المواصفات الامريكيه من شركه NG Star. القلص فيه توسعتين، في عندك مكيف، في جلسه، في مكان حق النوم، وفي شاور، وفي دوره مياه عزكم الله، وفي اللي هو عندكم التدفئه اللي موجوده فيه. مواصفات اضافيه بتذكر ان شاء الله في التصوير. هذه التوسعه الاولى، وهذه التوسعه الاماميه. تشوفها من الداخل طبعا كلها بالخشب، الارضيه بالخشب. اول ما تدخل عندك على اليسار وحده التحكم، طبعا هذه كلها الجيجات، جيج حق الديزل عشان تدفئه، وجيج خزان الماء، وهاي وحده التحكم بالاضاءات. وعلى اليمين وحده التحكم بالسيستم الصوت اللي موجود. هذه اماكن تخزينيه في هذا المكان، وبعد اماكن تخزينيه تحت. وهذه ثلاجه، مستغلين المساحات من كل مكان، كل شيء مثل ما هو يا جماعه جديد. عندك السرير، هذا السرير يشيل شخصين او 4 اطفال حسب الحجم، معزول طبعا من الداخل. وهذا القلص من الداخل بالكامل. هذه الجلسه اللي موجوده مع توسعه السقف الموجوده، جلسه حرف اليو، مكيف بارد جدا يا جماعه. كل الكابينه او القلص يشتغل على الطاقه الشمسيه بكل شيء، مكيف، سخان، اضاءات، كل شيء. قاعده حق التلفزيون موجوده، واضاءات اللي موجوده اللي فوق. وهذا العزل، والدرايش تقدر تفتحها طبعا موجوده، بلاك اوت اللي موجوده هني، طبقات اللي موجوده، شوف الطبقات شلون، عزل، صوت وحراره واضاءه وكل شيء. جلسه تشيل لك تقريبا تكلمت يعني 6 اشخاص مرتاحين واكثر على راحه. والطاوله اللي موجوده هني. وطبعا هذه الجلسه تحول الى سرير بالكامل. الشيء الحلو في هذه الطاوله تقدر تتحكم في ارتفاعها بهذا الجير، ترفع وتنزل. والشيء الجميل والحلو والمميز في هذه الطاوله بعد ان عندك هني الله يسلمك الشوله على الكهرباء، تقدر تطبخ هني الشاي والقهوه وتسوي امورك كلها بهذا المكان. وهذه كلها اماكن تخزينيه فوق مع الاضاءه المخفيه اللي داخل. وعندك الكاميرات اللي موجوده داير ما يدور القلص من الخارج كلها كاميرات. وهذه الازرار حق التحكم بالاضاءه، تقدر تخفت الاضاءه مثل ما تبي بهالطريقه هذه. جميل. وبعد لا ننسى دوره المياه اللي موجوده فيه عزكم الله. هذه دوره المياه، هذا القلص الصغير في كل هذه الامور. WC متحرك، وعندك الشاور والمغسله اللي موجود، والاضاءه وطاوله الخدمات هني. قلص صغير في كل المواصفات الامريكيه. وهذه الجلسه تحولت الى سرير بالكامل. شوف القلص من الداخل صار مكان حق النوم، يشيل لك 3 اشخاص كبار، يشيل لك 4 اطفال، 5 اطفال حسب الحجم، بالاضافه الى السرير اللي موجود هالصوب هذا. شوفه من برا عندك الاماكن التخزينيه. من قدام مكان حق سلندر الغاز تشبك لانه فيه مطبخ، مكان تخزيني فوق حطب وغيره والامور هذه كلها. شوف يا عزيزي المطبخ الجميل متكامل ستانلس ستيل، مع مكان حق المعاميل، مستغلين كل المساحات، كل شيء جديد. مغسله، طاوله الخدمات، والاضاءه هذه حق الطبخ وغيره.
والفرن اللي موجود على الغاز. مظلة خارجية طول القلص اتوقع 270 درجة، جديدة المظلة، ما في شيء تبطل، من شركة انجي ستار. وهذا المكان حق البطاريات، وحدة الكهرباء عندك بطاريتين في هالصوب، كل بطارية 300 واط، والسولار اللي موجود حق الطاقة الشمسية. طبعا كل شيء شغال على الطاقة الشمسية وتقدر تشبك فيه كهرباء البيت على طول. وعندك الانفرتر بعد في هالمكان، 3 بطاريات، هذه بطاريتين والصوب الثاني في بطارية بعد. البطاريات الموجودة عليه سمارت. من الخلف عندك أماكن تخزين، هذه كلها أماكن تخزينية، وفوق مكان تخزيني كبير، وهذا بعد مكان تخزيني موجود. وهذه وحدة تحكم بعد، بطارية موجودة في هالمكان، وهذه وحدة المكيف، تبريد حق المكيف. وبعد هني عزيزي عندك اللي هو الشاور الخارجي، هذا اللي موجود هني، هذا الشاور ومكان تدفئة. وعندك شاور بوكس من الجنب، تاخذ لك شاور خارجي او شاور داخل، عندك دورة المياه اللي موجودة داخل. وهذا ستورج كل اغراض القلص، كل شيء جديد يا جماعة. عليه جاكات تثبيت من الخلف. وعندك الله يسلمك مكان حق مراوح تبريد حق المكيف موجودة. وهذا خزان الديزل اللي موجود. وهذا السبير، كل شيء جديد، سبير الشركة، أمور الشركة كلها. القلص موديل 25 ما تم استخدامه، ومسجل وجاهز حق النقل، وإذا بتسافر عليه بعد تقدر تسافر عليه. القلص يا جماعة ما عليه أي ملاحظات من الداخل من الخارج، إلا عندك هذه الملاحظة كانت من الشحن، شوفوا هذه موجودة اللي هني. وعندك ملاحظة صغيرة من قدام في البوكس الأمامي اللي هي هذه موجودة فقط، غيره ما في أي شيء. جينا عند شيء مهم يا جماعة، السعر. هذا تكلفته الإجمالية واصل للدوحة 30,000 دولار، غير الصبغة اللي موجودة عليه. هذه صبغة طلبية خاصة، لأنه يجيك صبغتها من الشركة لونها رمادي، هو طلب يغير اللون عندهم. السعر المطلوب فيه سلمكم الله 88,000 ريال قطري، والرجال سمح في البيع. القلص وزنه 1200 كيلو، خفيف، تقدر تكشت فيه وين ما تبي، أماكن برية وغيره، أوفرود مجهز كامل أوفرود. مواصفاته كلها مثل الكرفانات الأمريكية، صغير شبابي حق شخص شخصين، عائلة صغيرة، حسب كل واحد استخدامه. مواصفاته جدا مميزة. في بعد مواصفات إضافية تذكر عند الاتصال إن شاء الله. موديله 25، والله يبارك حق الباي وحق الشاري.